أخبار الاتحاد اليوم: عودة الشنقيطي. بلان يدخل الاتحاد في النفق المظلم بسبب الهلال. بلان يكشف أزمة داخل غرفة ملابس الاتحاد تهدد بانهيار التتويج. أيعقل هذا الأمر؟ سر خطير وراء انهيار نتائج الاتحاد في دوري روشن السعودي. نونو سانتو يعود إلى دوري روشن، مفاجأة من العيار الثقيل. يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة الرياض في لقاء هام وقوي بمسابقة دوري روشن للمحترفين. ويحل الرياض ضيفا على الاتحاد بملعب الإنماء في 10 مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 25 من دوري روشن للمحترفين. وشهد نادي الاتحاد خلال الساعات الأخيرة على العديد من الأحداث، وبالتحديد على مستوى الفريق الأول لكرة القدم. مهند الشنقيطي الظهير الأيمن لفريق الاتحاد يقترب من العودة إلى التدريبات الجماعية بعد دخوله المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، حيث شارك في تمارين الإحماء مع زملائه وأدى تدريبات انفرادية بالكرة قبل مواجهة الرياض في الجولة 25 من دوري روشن السعودي. اتفقت شركة نادي الاتحاد مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو والمدافع الإيطالي لويس فيليبي على جدولة مستحقاتهما. جاياردو الذي كان مدرب الفريق سابقا وافق على تقليص جزء من مستحقاته، بينما تنازل فيليبي عن 40% من عقده المتبقي الذي يمتد لعام ونصف. في بودكاست دكة أشار الرقيبة إلى أن تدريبات لاعبي الاتحاد تجرى في نهار رمضان قبل الإفطار، مما يؤثر سلبا على أداء الفريق. وأوضح أن هذه التدريبات القاسية تساهم في سلسلة التعثرات الأخيرة للفريق في دوري روشن. أثار الفرنسي لوران بلان المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الاتحاد جدلا بعد المباراة التي خاضها أمام القادسية في الجولة 24 من دوري روشن السعودي، وذلك بسبب تصريحاته حول الهلال. وتعادل العميد للمباراة الثالثة على التوالي في دوري روشن، حيث انتهت المباراة أمام القادسية بالتعادل 1-1، مما أدى إلى تحقيق 3 تعثرات متتالية بعد انتصاره الكبير على الهلال بنتيجة 4-1 في كلاسيكو الجولة 21. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة القادسية، تحدث بلان عن فوز فريقه على الهلال، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون في تلك المباراة الاستثنائية، وأكد أنه كان من الضروري أن يتم استعادة النشاط بسرعة، وهو ما لم يحدث. ممن جانبه فسر الإعلامي الرياضي عبد الله الحنيان خلال برنامج في 90 حديث لوران بلان عن الهلال في المؤتمر الذي يتعلق بمواجهة القادسية بأنه يعكس محاولة لتغطية أزمة داخل الفريق، وأوضح أن المدرب الذي يكرر الحديث عن الماضي غالبا ما يكون فريقه يعاني من نقص، وهناك أزمة ثقة داخل المجموعة. كشف الصحفي والناقد الرياضي فيصل الرقيبة عن أزمات بشأن تدريبات فريق الاتحاد المقامة في شهر رمضان المعظم. ويحتل الاتحاد صدارة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 58 نقطة بفارق 4 نقاط عن ملاحقه الهلال الوصيف. ويعاني العميد مؤخرا من سلسلة تعادلات متتالية، حيث تعادل في 3 مناسبات ليفقد فرصة الانفراد بالصدارة والاقتراب من حسم اللقب، حيث كان آخرها التعثر أمام القادسية مساء الخميس الماضي بالتعادل بهدف لمثله. وعبر بودكاست دكة تحدث الرقيبة بأن تدريبات لاعبي الاتحاد تأتي في نهار رمضان قبل الإفطار، وأن هذا الأمر له أثر سلبي على الفريق. وأضاف الرقيبة بأن تدريبات الاتحاد في نهار رمضان تبدو قاسية على اللاعبين، مما أثر على سلسلة التعثرات الأخيرة في مسابقة دوري روشن. واندهش الرقيبة من أن أخصائيين التغذية في الفريق واللياقة ليسوا على دراية بما يحدث أو بأهمية تحديد موعد مناسب لتدريبات الاتحاد من أجل تجنب المشقة على اللاعبين. يستمر الحديث بشأن التعاقدات مع المدربين خلال الفترة المقبلة، وسط حالة من الرغبة لدى الأندية لتعيين مدربين جدد بسبب تذبذب النتائج. سانتو في دوري روشن من جديد، وحسب التقارير الأخيرة هناك اهتمام من أندية دوري روشن للتعاقد مع المدير الفني السابق لنادي الاتحاد نونو سانتو، مدرب نوتنغهام فورست الإنجليزي. المدرب الناجح حاليا مع الفريق الإنجليزي يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، وتشير التقارير إلى اهتمام أندية دوري روشن بالتعاقد معه بعد أن كان سببا في حصول الاتحاد على لقب بطولة الدوري في الموسم قبل الماضي. وتعرض سانتو للإقالة من الاتحاد
بسبب التراجع في النتائج قبل أن يذهب إلى نوتنغهام ويقود الفريق هذا الموسم لأحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا. خطوة الهلال القادمة بعد تجديد عقد كنو ثلاثي ينتظر الإعلان الرسمي. حديث خاص بين خيسوس وميتروفيتش. ماذا يحدث في معسكر الهلال قبل إياب آسيا؟ أزمة في سانتوس البرازيلي بسبب نيمار. ماذا حدث؟ عودة من الاعتزال. رينارد يقرر ضم نجم الهلال لقائمة الأخضر قبل مواجهته الصين واليابان. تستمر المتابعة بشأن مصير تجديد بعض لاعبي فريق كرة القدم بنادي الهلال، وذلك عقب الإعلان مسبقاً عن تجديد نجم الوسط محمد كنو. وكان الهلال أعلن مساء أمس تجديد عقد لاعبه الدولي محمد كنو لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم. وذكرت تقارير بأن عقد كنو الجديد مع الهلال 1,000,000 ريال شهريا بواقع 33 ألف ريال يوميا، بمجموع 12 مليون ريال سنويا لمدة عامين قادمة. وكان العقد القديم بمحمد كنو مع الهلال ينتهي في شهر يونيو المقبل وسط ترقب كبير من أندية دوري روشن، ولكن إدارة الزعيم قطعت الطريق بتجديد عقد لاعبها. ووفقا لصحيفة الجزيرة فإنه من المنتظر أن يتم الإعلان رسميا عن تمديد عقود بعض لاعبي الفريق الأول الذين دخلوا الفترة الحرة أو اقتربوا من دخولها، في مقدمتهم قائد الفريق سالم الدوسري والمدافع علي البليهي، إلى جانب حارس المرمى الدولي محمد العويس. يذكر أن الهلال يتواجد حاليا في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 54 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر نادي الاتحاد، فيما يسعى آسيويا مساء غد الثلاثاء إلى العودة أمام بختاكور الأوزبكي الذي خسر أمامه في ذهاب الدور 8 النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا بهدف نظيف. يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي لمواجهة خصمه بختاكور الأوزبكي في إياب دوري أبطال آسيا للنخبة ضمن منافسات دور 16. الهلال يقلب الطاولة على بختاكور الأوزبكي، والتقطت أعين الكاميرات حديث جانبي في تدريب الهلال الأخير قبل المواجهة بين الصربي متروفيتش والمدير الفني البرتغالي خورخي خيسوس. ويبتعد متروفيتش عن القمة بعد غيابه عن التدريبات الجماعية الأخيرة قبل المواجهة، ويعاني مترو من إجهاد عضلي يغيب على إثره عن المواجهة الهامة والكبيرة، على الرغم من عودته منذ أيام قليلة من إصابة طويلة تعرض لها. ويتأخر الهلال في النتيجة بهدف نظيف، حيث يتعين على الزعيم قلب الطاولة في ملعبه ووسط جماهيره. بدأ شبح البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق سانتوس البرازيلي حاليا والهلال سابقا مطاردة مع فريقه الجديد. وكان نيمار انضم إلى سانتوس البرازيلي في يناير الماضي خارج من بوابة الهلال السعودي الذي فسخ عقده بالتراضي مع اللاعب. وقضى نيمار مع الهلال موسم ونصف، ولعب فيه مع الفريق في 7 مباريات بمختلف المسابقات. وكان نيمار يتبقى في عقدة نصف موسم مع الهلال، ولكن إدارة الزعيم استقرت بعد أن مشاورة مع المدرب البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للفريق على رحيل نيمار في يناير. شبح نيمار يبدأ مطاردته مع سانتوس. تعرض الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا لإصابة مع فريقه سانتوس أبعدته عن مباراة كورنيثيانز في نصف النهائي كأس البرازيل. وأعلنت صحيفة جلوبو إسبورتي البرازيلية أن نجم البرازيل شعر بانزعاج في فخذه قبل لقاء نصف نهائي بطولة كأس البرازيل أمام كورنثيانز. وأعلن نيمار تعرضه للانزعاجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، مشيرا إلى أنه فضل عدم اتخاذ أي مخاطرة واللعب في اللقاء حتى يتم تشخيص إصابته. يستعد الأخضر السعودي لخوض مواجهتين حاسمتين أمام منتخبي الصين واليابان، وذلك ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وسط ترقب للقائمة الرسمية التي سيتم إعلانها من قبل المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد. ويدخل المنتخب السعودي خلال المرحلة القادمة في المركز الرابع بالمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن استراليا صاحبة المركز الثاني، مما يجعل المباراتين القادمتين حياة أو موت من أجل التأهل إلى كأس العالم. وبحسب صحيفة الشرق الأوسط فإنه من المتوقع أن تشهد قائمة المنتخب السعودي بعض التعديلات
سواء من خلال إعادة بعض اللاعبين الذين غابوا في الفترة الأخيرة أو من خلال ضم أسماء جديدة للمرة الأولى. هناك عدة أسماء مرشحة للانضمام إلى التشكيلة بناء على أدائهم المتميز في الدوري السعودي للمحترفين. ومن بين الأسماء التي أثارت الكثير من الجدل الحارس محمد العويس، حيث ترددت أنباء عن اعتزاله اللاعب الدولي بعد خسارة الأخضر في نصف النهائي كأس الخليج خليجي 26. ومع ذلك تشير المعلومات المتاحة إلى أنه لا يزال ضمن خيارات المدرب هيرفي رينارد، وقد تم إقناعه بالتراجع عن فكرة الاعتزال الدولي، مما يعني أن فرص انضمامه إلى القائمة لا تزال قائمة. أول رد من رافع الرويلي بعد رفض احتجاج النصر على نتيجة العروبة. ماذا قال رونالدو بعد تأهل النصر إلى ربع نهائي آسيا؟ الثنائي الدون ودوران يضعان النصر في الأمان. رونالدو القدوة. لقطة مثيرة من رونالدو بعد ثلاثية استقلال طهران. وليد الفراج يعلق على فوز النصر ضد استقلال إيران. مزمز عليه. علق رافع الرويلي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي العروبة على قرار لجنة الانضباط باتحاد الكرة حول شكوى نادي النصر. وكان نادي النصر تقدم باحتجاج على نتيجة مباراة العروبة إلى لجنة الانضباط بسبب مشاركة رافع الرويلي حارس مرمى الخصم. واستند النصر في شكواه إلى ارتباط رافع الرويلي بارتباطه بالعمل بإحدى المؤسسات الحكومية بجانب احترافه للعب كرة القدم، وهو مخالف للقانون. وشارك الرويلي مع العروبة أمام النصر وقدم مباراة كبيرة تصدى فيها للعديد من الكرات رجحت كفة فريقه في اللقاء. وحقق العروبة الفوز على النصر بثنائية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة 23 من دوري روشن للمحترفين. وخرج العروبة بعد شكوى النصر ورد على لجنة الانضباط بصحة أوراق احتراف حارس الفريق وتسجيل باتحاد الكرة. رد رافع الرويلي على رفض احتجاج النصر. قام الرويلي بنشر فيديو عبر حسابه عبر تطبيق سناب شات وهو يجلس على دكة بدلاء العروبة وهو يضحك، وفي الخلفية تعليق صوتي يردد: أمسي على نفسي الصبورة والمتنافسة مع نفسها، أسأل الله أن يديمني ويخليني ويحفظني. علق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي عبر حسابه الشخصي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي بعد تأهل العالمي إلى دور 16 من بطولة دوري أبطال آسيا. رونالدو يتحدث بعد فوز النصر، وكتب رونالدو: إلى ربع النهائي نحن قادمون. وحقق النصر فوزا هاما بنتيجة 3-0 على استقلال طهران ضمن منافسات دور 16. وسجل رونالدو هدف النصر الثاني حيث قاد الفريق إلى الانتصار في إياب دور 16. وسجل جون دوران ثنائية في مواجهة سيطر العالمي خلالها على مجريات المباراة. تأهل فريق النصر إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة كأول فريق سعودي يضمن التأهل، وذلك عقب فوزه مساء اليوم الاثنين على فريق استقلال طهران ب3 أهداف دون مقابل في إياب دور 16 للبطولة، ليحقق النصر أكبر انتصاراته على أي فريق إيراني على مدار التاريخ. ثنائية دوران رونالدو سر خطورة النصر وتألق الثنائي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والمهاجم الكولومبي الشاب جون دوران، وقاد العالمي لتحقيق الفوز الكبير حيث سجل دوران هدفين فيما سجل الدون هدفا. وأصبح الثنائي رونالدو ودوران قوة هجومية كاسحة لفريق النصر، وربما يكوناهما الثنائي الهجومي الأفضل في فرق آسيا حاليا، حيث يكملان بعضهما البعض. حيث يتميز رونالدو بخبرته الكبيرة وتحركاته الواعية وأهدافه المؤثرة، فيما يتميز دوران بالحيوية والشباب وحاسة التهديف العالية. ونجح النجم رونالدو في تسجيل 27 هدفا مع فريق النصر في الموسم الحالي خلال 32 مباراة فقط، وهو معدل تهديفي رائع، حيث سجل 18 هدفا في دوري روشن السعودي و7 أهداف في دوري أبطال آسيا للنخبة، بالإضافة لهدفين في كأس السوبر السعودي، ليواصل النجم البرتغالي المخضرم تحطيم الأرقام القياسية في التهديف. ومنذ انضمام دوران إلى النصر في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، نجح النجم الكولومبي في تسجيل 6 أهداف بقميص العالمي خلال 8 مباريات فقط خاضها مع الفريق، ليؤكد أنه صفقة رابحة
ويستحق المبلغ الضخم الذي تم دفعه فيه والذي وصل إلى 77 مليون يورو، وخاصة أنه لاعب صغير في السن 21 عاما فقط، وسيعطي النصر لسنوات كثيرة قادمة، كما من الممكن الاستفادة من بيعه بعد وقت والاستفادة ماديا من وراء ذلك. ويعد دوران أفضل كثيرا من مهاجم النصر السابق البرازيلي أندرسون تاليسكا، والذي لم ينجح سوى في تسجيل 8 أهداف فقط مع النصر في النصف الأول من الموسم خلال 19 مباراة كاملة خاضها مع الفريق، وبالتالي المعدل التهديفي لدوران أفضل كثيرا من سابقه تاليسكا. وبعد تأهل النصر اليوم تنتظر الجماهير السعودية اكتمال عقد الفرق الثلاثة المشاركة في البطولة غدا بالتأهل سويا لربع النهائي، حيث يلتقي الأهلي مع الريان في مواجهة سهلة، فيما سيخوض الهلال مواجهة صعبة أمام بختكور بطل أوزبكستان. رصدت عدسات كاميرات الجماهير في مباراة النصر واستقلال طهران الإيراني لقطة تفاعل معها الكثير من محبي العالمي وأسطورة الكرة العالمية كريستيانو رونالدو قائد ومهاجم الفريق. وحقق النصر الفوز على استقلال طهران بثلاثية نظيفة، سجل الكولومبي جون دوران ثنائية وهدف من البرتغالي كريستيانو رونالدو، وبهذه النتيجة يحجز النصر مقعد في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك بعد حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الذهاب في إيران. رونالدو أمام استقلال طهران. رصدت كاميرات الجماهير من المدرجات لقطة للبرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يقوم برفع شعار نادي النصر من على الأرض، ويأتي هذا الموقف كتعبير من البرتغالي على احترام النادي وكل محبيه، ليتفاعل جميع محبي الفريق العالمي مع لقطة قائدهم. ويبدأ النصر مباراة استقلال طهران بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى بنتو، في خط الدفاع سالم النجدي، محمد آل فتيل، سيماكان، بوشل، في خط الوسط علي الحسن، بروزفيتش، أيمن يحيى، في خط الهجوم ماني، رونالدو، دوران. علق الإعلامي وليد الفراج على فوز النصر العريض أمام نادي استقلال إيران بنتيجة 3-0 ليتأهل العالمي إلى دور 16 من البطولة الآسيوية. وليد الفراج يعلق على فوز النصر، وقال الفراج خلال برنامج أكشن مع وليد: النصر عظيم لما يكون رايك أحبط الاستقلال ومزمز عليه. النصر أول فريق يصل إلى جدة ويبدو أنها قريبة، ويلعب النصر السعودي أمام الخلود في الجولة المقبلة من دوري روشن لكرة القدم ضمن منافسات الجولة 25 يوم الجمعة المقبل في تمام 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة.